بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل إخواتي الزملكاوية في مصر والوطن العربي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم جميل بفضل الله ويومكم سعيد ويوم جديد على الزملكاوية يا رب في كل حتة. النهاردة طالع أتكلم معاكم شوية في ماتش الإسماعيلي والتعادل اللي حصل. الزمالك اتعادل مع الإسماعيلي في إسماعيلية، وأول ماتش لجوميز مع الزمالك، وبعد الصفقات الجديدة اللي شاركت في المباراة زي عبد الله السعيد وناصر ماهر ومحمد شحاتة. فيومكم سعيد ان شاء الله، يومكم جميل وقدر الله ما شاء فعل. معلش الزمالك خسر نقطتين زي ما انا كاتب العنوان كده، كنا نستحق نفوز. ضيعنا فرص محققة للتهديف، فرص كنا لازم نسجلها، وفرص كنا لازم نكسب بيها المباراة ونقتل بيها الماتش من بدري. الإسماعيلي كان سلم نفسه من بدري بدري لينا، لكن قدر الله ما شاء فعل. هكلمكم شوية على الماتش واقول لكم شوية حاجات كده كانت في الماتش. مش طالع النهارده بقى فيديو وتقطيع وصور وكده، قلت يعني الماتش ما كانش فيه حاجات كتير، لكن كان فيه مبشرات. هكلمكم شوية على جوميز وهكلمكم على اللي حصل في الملعب يعني. بس الماتش بالنسبة لي كان فيه مؤشرات كويسة جدا، من نوعية يعني المدير الفني واللي حصل في القصة بتاعت جوميز، واللي هو أول ماتش ليه. فشيء كويس جدا. ظهور عبد الله السعيد، لعبوا 90 دقيقة ولعبوا في مركزين، مركز 10 ومركز 8. نزول ناصر ماهر ولعبوا في قلب الملعب من ناحية الشمال، وأدى بشكل كويس وصنع فرصتين. كمان وجود محمد شحاتة من بداية المباراة وخروجه بعد ما خد الإنذار. وكمان الراجل فكر، جوزيه صرح بعد الماتش لأن هي ناحية فنية بحتة، وشايف ان المكان ده عايز حد يطلع بيه بالكورة بشكل احسن. في البداية يا جماعة لازم نكون واحنا بنتكلم على اي فرقة داخلها مدير فني جديد، تملي بنتكلم ان المدير الفني محتاج من 4 ل5 ماتشات. ففكرة ان انت تقعد تتكلم على الراجل واختار ده ليه ونزل ده ليه وما حطش ده ليه وما جابش القايمة دي ليه. الزمالك عنده مشاكل كتير جدا. انا هتفق مع بعض الناس اللي بتتكلم، او هتفق مع الناس يعني لما بتفق عامه ان الميركاتو رغم ان احنا كنا مبسوطين بيه جدا، لكن الميركاتو ما اتدارش بشكل كويس في الاحتياجات اللي انت كنت محتاجها، زي الوينج ليفت وزي المهاجم. مش هتكلم على قصه المدافع لان هي جت متاخر، او الباك ليفت بالاصابات اللي حصلت لفتوح ولعبد الشافي ان هي جت متاخر، لكن قصه الوينج والمهاجم دي كانت حاجه مهمه جدا. النقطه الثانيه كمان كانت فكرة الناس بتتكلم عليها تملي، اللي انت كنت تجيب باك ليفت في الانتقالات الشتوية يعني. هي كانت وقت ضيق وما كانش فيه مساحة من الوقت اللي انت تجيب. كان عندك عبد الشافي موجود، وعندك فتوح مصاب راجع لك بعد شهر، فما كانش فيه إمكانية اللي انت تجيبه. لما فكرت تجيب كان حصل مشكلة في النادي. لكن المشكلة الرئيسية كانت ان انت عدم استخدام مهاجم. والماتشات مع توالي الماتشات بيبين لك قد ايه ان في حاجات بتحصل، يعني بتبين لك النواقص اللي عندك في الفريق. يعني النهارده الجزيري مضيع هدفين محققين. النهارده الجزيري مضيع هدفين محققين، واحده اللي ناصر ماهر لعبها له عمل له فيها اسيست وراح انفراد تماما حطها بعيد، وكرة تانية في قلب المرمى بيعملها زي باكورد كده حطها برضو عالية. انت لو معاك مهاجم فينيشنج كويس على الجول، كان زمانك مسجل الهدفين دول. النهارده مهاجم جزيري النواقص في الملعب بتبان. عدم وجود وينج ليفت، وانت بتغير شيكا انت منزل ناصر ماهر. ناصر ماهر لعيب في قلب الملعب، فما فيش وينج، فانت لسه برضو ثابت على مبدأ شيكا وزيزو اللي هم من دوري فيريرا اللي كان بيريح اصلا بن شرقي. فشيكا من بعد سنتين كان بيلعب بديل وبينزل يعمل لك انتعاشة في الملعب وبينزل يكسبك، او بينزل ماتش وبيريح ماتش. انت برضو لغاية دلوقتي معتمد على شيكابالا ان هو يبدأ من بداية المباراة. لكن لما تيجي نتكلم بقى ونبص للماتش بشكل تاني، البداية مبشرة، البداية مرضية من حيث الأداء، من حيث الظروف اللي واجهت الزمالك. الراجل داخل بخط دفاع ناقص بالكامل، الراجل داخل على ملعب أرضية ملعب سيئة جدا، غيابات كتير ونواقص في مراكز مهمة. دخلت الماتش، اللعيب اللي انت موظفه باك ليفت خسرته،
ومع ذلك انت كنت واقف على رجلك بدنيا. النقطة المهمة ان الزمالك اتحسن بدنيا في المباراة، وده كان باين في لغاية الدقيقة 90. ممكن يكون حماس هيبان المباراة الجاية، ممكن يكون حماس زايد هيبان ان انت لما تسافر وتروح تلعب مع بوسليم في الجزائر هيبان اكتر. لكن اكلمك على بعض اللمحات اللي بانت للراجل في الماتش، والحاجات اللي الراجل يعني ما غيرش فيها تفكيره. فكرة الأربعة اتنين تلاتة واحد، رغم النواقص الراجل ما راحش لطريقة تانية أو راح لفكرة تانية يعني يلعب بيها. لا، ثبت الفكرة بتاعته، الطريقة، السيستم بتاع اللعب بتاعه، الطريقة الرقمية 4 2 3 1. وشاف حل في النضاي اللي هو يلعب الباك ليفت ومع عمر جابر ناحية اليمين، والمسلوسي وحسام عبد المجيد في قلب الملعب، اللي بالمناسبة حسام عبد المجيد كان أحسن لاعب في مباراة النهاردة. جميع الالتحامات الهوائية فاز بيها، جميع الاستخلاصات كلها فاز بيها، كان بيعمل تغطية بشكل مميز، كان بيطلع بالكرة بشكل سليم، عمل كمية باصات تقدمية للأمام، سواء الباص القصير او الباص الطويل كان بيقدمه بشكل ممتاز. فحسام عبد المجيد يعني اتمنى يا رب ان هو يكمل على المستوى ده ويقدم لنا نسخة مختلفة من حسام عبد المجيد. يعني الراجل كان في مستوى سيء الفترة اللي فاتت، لكن حسام عبد المجيد مقدم مستوى كويس في مباراة النهارده. آه، كان في حاجة مهمة جدا في نص الملعب، طبعا كان دونجا ومعاه محمد شحاتة وعبد الله السعيد، يمين كان شيكا وشمال زيزو، ومهاجم وحيد يوسف اوباما. الناس بتسأل ليه يوسف اوباما. اكيد طبعا مستوى سيف الجزيري وضح لكم الراجل اللي كان عايز يوسف اوباما. اه صحيح، سيف الجزيري المهاجم اللي بيعمل لك عمق هجومي وبيعمل لك تواجد جوه ال 18، لكن لعيب بيضيع مجهود الفريق باهدار الفرص المحققه امام المرمى، وده بيهدر مجهود المجموعه اللي بتشتغل، سواء المدرب او المجموعه اللي تحت راس الحربه. فالراجل كان حابب اوباما، لان فكره الراجل ان اوباما ينزل ويشتغل كتير من ناحيه مع اللعيبه، وينزل يسند عليهم عشان يفرغ مساحات للعيبه اللي جايه من تحت. لكن كانت مقابلانا صعوبه شويه كمان مع لعب الاسماعيلي على الكور الطوليه على نادر رمضان. كمان النهارده محمد شحاته شفناه اتبدل، لكن على الرغم من كده محمد شحاته النص ساعه اللي لعبها يا جماعه عمل جيم ممتاز جدا جدا في الحته بتاعه الضغط على عمر الساعي. فدي كانت عامله حاجه ايجابيه لنادي الزمالك يعني. لكن محمد شحاته هو خد انذار، كلنا افتكرنا ان هو خد انذار، بس انا وانا في الملعب كده شفت حاجه، ان الزمالك واحنا خارجين بالكوره كنا بنلاقي في صعوبه كبيره جدا في الخروج بالكوره. واحنا خارجين بالكوره كنا بنلاقي صعوبه جدا. لما طلع شحاته ونزل زيزو ونزل عبد الله السعيد لقلب الملعب لتحت شويه كمركز 8، واحنا بنبني اللعب كان هو اللي بينزل يستلم الكوره، بقى في متنفس شويه وبنطلع بالكوره بشكل كويس. فالراجل من بعد 25 دقيقه او من بعد ال 30 دقيقه الاولى ابتدينا نتنفس في الخروج بالكوره. دونجا ما بيعرفش يطلع بشكل كويس، عبد الله السعيد بيقدر يطلع الكوره بباص سليم او تمريره تقدميه، فكنا بنطلع عليه بشكل كويس جدا. النقطه الثانيه طبعا اهدار الفرص. اهدار الفرص آه، انا تملي ببص يا جماعه للماتشات الكبيره. انت رايح لماتش الاهلي، عندك لعبت الاسماعيلي، عندك داخليه، عندك سوار الكيني، وعندك ابو سليم الليبي. 4 ماتشات دول 4 ماتشات اعداد لماتش الاهلي في الكاس في السعوديه، وده ماتش ببطوله. النهارده الزمالك اتوفرت له 6 فرص للتهديف، ما قدرناش نسجل ولا كوره منهم، وفي فرصه بس اللي شالها احمد عادل عبد المنعم تقريبا يعني، والانفراد بتاع زيزو طبعا. فاهدار الفرص، فلازم اللعيبه تركز والمدرب يتكلم معاهم كتير. في ماتش الاهلي انت مش هيجيلك 6 7 فرص، في ماتش الاهلي انت ممكن يجيلك فرصتين 3 تخلص بفرصه واحده. لازم اللعيبه اللي في المنطقه الاماميه تركز في انهاء الهجمه بشكل كويس على المرمى. دي الحاجه التانيه زيزو النهارده كان عنده مشكله كبيره، ان زيزو لسه بيلعب بالعقليه بتاعه المواسم السابقه.
زيزو لغايه قبل التوقف كان اللعيب اللي هو شايل الفرقه، ان مفيش حد في الفرقه غيره، اللعيب اللي هو بيعمل كل حاجه، وده كان حقه، بيعمل مجهود بدني كبير وده كان حقه، لانه الصراحه ما كانش فيه غيره في التيم يعني. لكن بما ان زيزو جاله لعيبه زي عبد الله وزي ناصر في وجود شيكا، لازم زيزو يطلع من العباية دي ويفكر، والقرار بتاعه يكون أحسن، ويفكر في المجموعة شوية. زيزو على الخط عايز ياخد الكورة ويروح على طول، فأقصى حاجة ممكن يعملها هي الأوفر، فدي حاجة أنا ما أحبهاش يعني إن أنا أشوفها من زيزو. زيزو لازما أشوفه كتير جوه منطقة الجزاء بتاعة الخصم، جوه البوكس، يسدد على المرمى، مش ياخد الخط تملي، عشان زيزو بيفقد مجهود كبير. زيزو فينيشنج كويس جدا على الجون، فاتمنى ان احنا نستغله في النقطه دي بشكل كويس. دي لازم نقط نتكلم فيها. الحاجه التانية بقى اللي عايز اتكلم فيها بقى الحاجات التكتيكيه اللي ظهرت من المدرب. النقطه الاولى والمهمه اللي ظهرت من المدرب النهارده، فكره الكور الثابته. الكور الثابته النهارده انا شفت فكره الركنيه وهي بتتلعب ما بين شيكا وزيزو. كرة بتتلعب شورت باص، واحد بياخدها على لبره الملعب وبيعمل عرضيه، او واحد بياخدها لجوه الملعب وبيعمل عرضيه. فالكرة بتتلعب بشكل كويس، بناخد مساحه، واحده راحت لحسام عبد المجيد حطها بره، واحده تانية راحت ل... لحمزه المسلوسي سندها، دي كانت من كرة ثابته لاوباما، بعد كده قام جابها في العارضه، ويعني والكرة التانية اللي زيزو عملها بعد الركنيه العرضيه لسيف الجزيري اللي حطها في ايد احمد عادل عبد المنعم. فدي مؤشر التكتيك بتاع الركنيات بقى شكله مميز في نادي الزمالك، ونقدر نستغله الفتره الجايه طبعا، زائد رميات التماس اللي بيلعبها الزناري بشكل قوي، دي حاجه مش سابق احنا عارفينها يعني. كمان كانت في حاجة مهمة جدا كانت بتتعمل في قلب الملعب، وهي تحرك من بعد نزول ناصر ماهر، وهي الدايموند اللي كانت بتتعمل ما بين ناصر ماهر وعبد الله السعيد وزيزو واوباما. ما كانش فيه يعني ثبات على اطراف الملعب، ولكن كنا بنلعب من قلب الملعب والكرة بتتوزع، فبنفتح الملعب تاني، فكنا بنخلق فرص مع فتح الملعب لعمر جابر كأنه وينج في الناحية الشمال. فكانت الدايموند اللي بتتعمل في نص الملعب دي كنت مبسوط بيها جدا، وقدرنا نخلق منها فرص مع تحرك الجزيري. الجزيري عنده ميزه مهمه جدا، وهي اللي هو بيتحرك من غير كوره بشكل كويس، لكن بيتصرف في الاخير بشكل مش كويس ابدا، فبيضيع المجهود. فالحته الدايموند اللي بتاعت نص الملعب كنا مميزين فيها، ولكن عجبتني الفكره جدا، عشان يعني للمستقبل للماتشات اللي جايه نقدر نشوف حاجه كويسه، مع يعني تحسين مستوى الفينش للمهاجمين. من مكاسب ماتش النهارده طبعا دخول عبد الله السعيد، ظهور ناصر منسي ناصر ماهر بشكل مميز، وكمان محمد شحاتة نزل الملعب، واعتقد ان الراجل محبش يحرقه من بدري، لو خد طرد محدش كان حصل له حاجه يعني في الماتش مع الجمهور والتصادم مع الجمهور. فاعتقد ان الراجل محبش يحرقه بدري، والتعامل النفسي معاه ان هو يكلمه بعد المباراه دي نقطه مميزه جدا من المدرب جوميز. يعني في لقطات كده كمان التغييره بتاعت ان هو يشيل شحاته وينزل عبد الله، يعني ما شالش شحاته ونزل رؤى مركز بمركز، يبقى دونجا ورؤى اللي متعودين مع بعض، لكن شاف ان عبد الله وهو جاي من وشه من تحت دي بتبقى حاجه ليها افضليه، صحيح بتنهكه بدنيا وبتبعده عن المنطقه اللي قدام طول ما احنا مش ضاغطين على الفرقه المنافسه بشكل كبير، لكن عبد الله وهو جاي بوشه من تحت بيبقى كاشف الملعب، وبيقدر يوزع الكوره، وبيقدر يخلينا نلعب كوره اكتر، بيقدر يخلينا نتنفس بالكوره. دي بعض الحاجات اللي كانت في ماتش النهارده، واللي كنت حابب اكلمكم عليها. مفيش حاجات كتير طبعا، مش مقطعين، مش عامل فيديو، مش عامل صور. ان شاء الله في الماتشات الجايه هنشتغل زي الفتره اللي فاتت، ونعمل نقطع ونعمل صور زي ما معودينكم تملي يعني، وبتتفرجوا علينا. ناخد بس السؤالين ثلاثه اللي جم دول. رايك ايه في زيزو النهارده؟ انا قلت زيزو محتاج يشتغل شويه على فكره ان هو ينسى قصه
ان هو نجم الفرقه وان هو اللي شايل الفرقه لوحده. لا، في دلوقتي مدرب جديد وفي افكار جديده لازم ما يشتغل عليها يعني، ويشتغل مع المجموعه بشكل اكبر. ايه رايك في ناصر ماهر وعبد الله السعيد؟ عبد الله السعيد لعيب كبير طبعا، وطبعا باين 90 دقيقه بمستوى ثابت. عبد الله السعيد واخد الملعب بالطول والعرض، فعبد الله السعيد لعيب كبير وليه افاده مستقبليه كبيره. طول الماتش بينشط في اللعيبه، وانا ببص عليه بشكل خاص يعني. طول الماتش كان بينشط في اللعيبه وبيتكلم معاهم. فعبد الله السعيد لعيب كبير. ناصر ماهر نزل عمل شغل كويس وعمل تمريره مفتاحيه اسيست لعبد الجزيري، لكن الراجل طبعا آه، ضيعها. شايف ايه؟ شايف بعد كده هنلعب ازاي واحنا ما عندناش باك شمال؟ انا شايف ان الزمالك هيكمل باخر تشكيل نهى بيه في الخط الدفاعي يعني، المسلوسي وحسام عبد المجيد، وكمان الزناري باك رايت، وعمر جابر باك ليفت. وانا كنت بنادي بقصه ان عمر جابر باك ليفت دي من بدري. الحته قفلت شويه عليه على الاسماعيلي في الشوط الثاني، غير الشوط الاول كانت الحته يعني مفتوحه شويه بسبب وجود نضاي وهو ما عندوش واجبات المركز. فانا بشوف ان احنا نكمل بالاربعه دي استثناءات لحين عوده فتوح ان شاء الله. يعني ابتدى ينزل التدريب على خفيف ان شاء الله على يوم 25 هيكون في الملعب، فان شاء الله يلحق الماتش على يوم 8 ان شاء الله. رأيك ايه في المدرب؟ والله انا تملي بقول مدرب كويس وليه افكار وكل حاجة، لكن المدرب الحكم عليه لازم يبقى بعد 5 6 ماتشات. الراجل بين امارات وبين بشاير في الماتش، فكانت يعني حاجة كويسة. تعامله النفسي، تعامله في الاعلام، كلامه مع الجمهور، كلامه في ارض الملعب، الراجل باين اللي هو عنده حاجات. اتمنى اللعيبة تنصفه، اتمنى اللعيبة تنصفه في افكاره. النهارده الزمالك كان ممكن يكسب بشكل سهل جدا لو الجزيري سجل او اوباما سجل، وكان الماتش انتهى على كده، والاسماعيلي ما كانش ليه اي فرصه خطيره على الجون. كان في تسديدات من عبد الرحمن مجدي ومن نادر رمضان وكم حاجه كده، لكن ما كانش في حاجه خطيره جدا على يعني بين القائمين والعارضه كلها تسديدات ضعيفه، يعني ما كانش في حاجه. اظن يعني الراجل باين بشاير وباين امارات لنادي الزمالك يعني الفتره الجايه. اتمنى اللعيبه تنصفه للمره الثانيه والثالثه، الجزيري واوباما شيكا زيزو المجموعه الاماميه، ونقدر نستغل الفرص عشان لما نوصل لماتش الاهلي نكون في اعلى فورمه بدنيه وفنيه ونقدر ناخد البطوله. وده المهم بالنسبه لي في المرحله الحاليه. انت بتبص للمرحله اللي جايه، ايه الخطوات المهمه ان انت تقدر تكسب فيها. انا بس بتمنى يعني ان الناس تهدى شويه، الناس تبقى تعرف ان ده مدرب جديد ولاعيبه جديده، مش هيقدر يدخل كل اللعيبه كلها. كمان القايمه فيها 35 لعيب، فيهم حوالي 4 مصابين، فبتتكلم في 31 لعيب. فكل ماتش هتلاقي فيه اسماء مستبعده واسماء موجوده، اسماء هتلعب واسماء لا. فما الناس ما تستعجلش وتسالش على اللعيبه وتسالش على الاختيارات، وما تستناش الصفقات كلها تلعب مع الراجل مره واحده. الراجل لازم يدخل الفريق واحدة واحدة للعيبة، ما ينفعش يدخل اللعيبة كلها مع بعض. رأيك ايه؟ صبحي يلعب وعواد يقعد؟ انا رأيي بروح تملي مع المدرب. المدرب هو اللي شايف. المدرب قال صبحي ليه خصائص، وكمان زي عواد ليه خصائص، لكن هو بفكرة لعب الكرة من تحت شايف ان صبحي افضل بكتير من محمد عواد، عشان كده اختار محمد صبحي. هل نقدر نلعب ناصر ماهر في خط الوسط الهجومي وعبد الله السعيد في مركز صناعة اللعب؟ وهل ده هيأثر على نص الملعب في خط الدفاع؟ ممكن طبعا. ناصر بيلعب 8 عادي، وعبد الله السعيد بيلعب رقم 10، او العكس الاتنين بيلعبوا. هو احمد حمدي وياسر حمد هيرجع الماتش الجاي؟ ياسر حمد الماتش كان واخد اذن يومين، كان في بعض اجراءات الاقامه والسفر ما كانوش خلصوا، فسافر خلصهم ورجع، فما حضرش اخر تمرينتين امبارح واول يعني. فما الراجل
قال له انت مش هتبقى معايا في الماتش، فان شاء الله يبقى معانا الماتش الجاي. احمد حمدي حسب الجاهزيه الفنيه كان مصاب ولسه راجع التمرين امبارح، فما دخلش المعسكر، فهينزل التمرين مع الفرقه من بكره. مسافر طبعا معاهم هو سفريه الجزائر، فان شاء الله هتشوفيه الماتش الجاي هو ياسر حمدي. هو مش افضل، ما كانش حلو النهارده، هو مش افضل بس ما كانش حلو النهارده. صبحي الاختبارات اللي اتعرض لها كان موفق فيها جدا. هي الكرة اللي قلشت منه بس، هي الناس كانت خايفة بس من فكرة الكرة اللي قلشت منه من الست ياردة، لكن الاختبارات اللي اتعرض لها كلها كان كويس فيها. مفيش حاجة عدت منه يعني، او ما عملش حاجة سيئة، واحنا ما خليناش الاسماعيلي اصلا يلعب كورة. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك الفترة الجاية ان شاء الله، والحظ يخدمنا والتوفيق يبقى معانا. الحظ والتوفيق مش معانا نهائي يا جماعة، ودي أزمة كبيرة لو تعلمون يعني. أتمنى التوفيق في مرة ينصفنا والحظ يبقى معانا، عشان كمية الإصابات اللي عندنا دي صعبة جدا، وكمية الفرص المهدرة دي هنزعل عليها في ماتشات مهمة جدا جدا جدا. يومكم جميل بفضل الله. بشكركم وبشكر كل اللي كان معايا. اللي ما عملش اشتراك في قناة اليوتيوب يعمل اشتراك ويفعل الجرس على الكل عشان يجيله جديد. كل فيديوهات التحليل بتنزل على اليوتيوب، خشوا عليها هتلاقوا فيديو، كل الفيديوهات بتاعت التحليل وتحليل الصفقات وتحليل اللعيبة. هخشوا اتفرجوا عليها هتلاقيها على اليوتيوب. وهنا اعملوا لنا شير ولايك وعشان نوصل لعدد كبير من اخواتنا الزملكاوية. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.